ويا صباح الخيرات عليكم يا احلى عيله في الدنيا. وحشتوني قوي والله. ده تاني فلوج اعمله في بيت ماما، وانا نزلت فلوج تاني بس كان في ريلز، فمش عارفه انتوا شفتوه ولا لا. ناس كتير اتبسطت بالفيديو الاخير، والحمد لله هو الوحيد اللي كان على قناتي جاب يعني فيوهات عاليه قوي. والحمد لله بدأت الفيديوهات تطلع وتقترح لناس تانية وكده، فأنا مبسوطة قوي والله. حاسة ان شاء الله الفيديوهات الجاية اللي هي هتبقى هنا عند ماما يعني فيها فتحة خير عليا ان شاء الله. المهم، وحشتوني 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 قد الدنيا. بصوا بقى يا حلوين، انا الفيديو اللي فات كنت عملت البلكونه بتاعه الانتريه ودخلت على المطبخ، لان زي ما كنت قلت لكم في الريلز، مش عارفه انتوا شفتوه ولا لا، ان بابا هو اللي قاعد في البيت، وعشان كده البيت يعتبر حرفيا محدش بيعمل فيه حاجه، لان احنا ما بنجيش الا كل فين وفين. وفي اسئله جات لي، طب هي مامتك فين؟ طب ليه بتقولي بيت بابا، قصدي ماما، وباباكي هو اللي قاعد فيه زي ما انتي بتقولي؟ فالموضوع ده طويل، وقلت لهم ان انا هرد عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. فهحكي لكم الحكايه لان هي طويله جدا. احنا المفروض لينا بيتين. الشقه اللي انا بصور لكم منها دلوقتي ديت لسه تقريبا اخدينها من 4 شهور، لسه مستلمينها من 4 شهور. بابايا ثانية عشان اركز عشان بجد بتوه اوي في الموضوع دوت. بصوا، هو احنا كان الاول لينا شقة تانية واحنا سايبينها تقريبا من 2017، او ماما سايباها من 2017. بابا بس اللي كان قاعد في الشقة القديمة. ليه؟ لان بابا شغله هنا في بورفؤاد، تمام. واحنا لما نقلنا بورسعيد نقلنا عشان يعني جبنا ارض وبابا بناها لنا لكل بنت شقه وكده. فماما فتحت مشروع هناك، فاضطرت ان هي تقعد جنب المشروع هناك، وبابا عشان شغله هنا فبيعتبر بس بيبات في بورفؤاد، فكان بيروح ويجي على ماما طول اليوم، تمام. بس هو بيبات في بورفؤاد، هي بتبات في بورسعيد، وده عشان حسب الشغل، وعشان كمان ماما متقدرش تطلع سلم عالي، واحنا كنا البيت القديم دوت كان دور 3، وماما ما تقدرش تطلع، انما هي في بورسعيد قاعده في الارض دي وكمان جنب مشروعها. فاضطرينا يعني ان ايه، يعني ده يبقى في حته وده تبقى في حته وكده يعني، بس هما ايه يعني، بابا رايح جاي على طول على ماما وقاعد معاها طول اليوم وكده، واحنا برضو معاه. وانا بقى قبل الجواز كنت قاعده مع بابا لان انا بحب بورفؤاد، انا برضو كنت بروح واجي على ماما، انا ما كنتش حابه اقعد في بورسعيد، وللاسف اتجوزت في بورسعيد تمام. ده اول نقطه كده هنحطها على جنب. تاني نقطه، ان الشقه دي احنا لسه مستلمينها تقريبا زي ما قلت لكم من 4 شهور، فاحنا فرشناها وبابا برضو اللي بيقعد فيها، واحنا مثلا ماما ممكن تيجي كل جمعة نقعد كلنا مع بعض هنا وكده، بس انما ما بنطولش هنا كتير وكده، فما بنلحقش نقعد في البيت ده كتير. بس خلاص يعني هو خلاص هتقفل مشروعها وهتيجي تقعد في بورفؤاد وانا قاعدة معاهم. في بقى سؤال اتسألت، اللي هو انتي هتبقي مرتاحة لما تروحي تقعدي مع اهلك؟ في ناس كتير ما بيبقوش مرتاحين لما يروحوا يسكنوا مع اهلهم وكده. فانا الحمد لله هبقى مرتاحة جدا، والحمد لله جوزي برضو مرتاح. وانا قبل برضو ما بتحرك او بروح او باجي او كده، يعني انا بسأله يعني انت موافق ولا عندك اعتراض، او لو مش موافق مفيش مشكلة، خلاص ممكن نقعد في بيتنا ومفيش مشكلة. وبس الحمد لله هو يعني حابب اصلا القعده في بورفؤاد،
لان هو برضو من بورفؤاد. فما عندوش مشكلة ان احنا نقعد هنا. بيتنا ليه حاجة تانية برضو، يعني احنا بنبقى مرتاحين اكتر في بيتنا وكل حاجة، بس احنا برضو مرتاحين هنا. وزي ما قلت لكم ان انا وماما ساكنين في عمارة واحدة، ماما في الدور الارضي انا في الدور الخامس. فيعتبر مع بعض كل يوم. ففكرة ان ماما تبعد عني دي يا جدعان، انا لسه مش قادرة اتأقلم عليها. فان ماما تيجي بالفؤاد وانا ما بقاش جنبها وكده، وهي ما تبقاش معايا، لا انا مش هقدر على كده. ممكن اخد بقى بعد كده وقت لما انا اجي ارجع بيتي هي هتكون قفلت وقاعده في بورفؤاد. فالموضوع حاسه متلخبط، انا مش عارفه انتوا هتفهموه ولا لا. ف شويه حاجات كده مضايقاني، بس ان شاء الله يعني هتعدي. تعالوا اتكلم معاكم شويه على الفيديو. انا امبارح او اول امبارح، الفيديو ده مصور على يومين على فكره، ومتلخص في 13 دقيقه، وانا هموت من فكره ان هو متلخص في 13 دقيقه بجد. ازاي اتلخص في 13 دقيقه؟ الاوضه ديت قعدت معايا امبارح 3 ساعات، تمام. والنهارده التلاجة اللي هتشوفوها في اخر الفيديو قعدت معايا تقريبا نص يوم. ففكرة ان هو يتلخص 13 دقيقة انا مش قادرة اتخيلها، بس مش عايزة اطول عليكم عشان ما تزهقوش وكده، وعشان كمان انا برضو ما بعرفش لما يكون الفيديو طويل هتكلم معاكم اقول لكم ايه. فالمهم انا كنت جيت واول حاجة عملتها ان انا بدأت بالمطبخ، نظفت المطبخ وروقته عشان اعرف اتعامل واتأقلم كده. هو المطبخ والحمام ويا دوبك رتبت اوضتي ترويق بسيط كده، عندي هدومي مش عارفه ايه الكلام دوت بس، تمام. ونظفت بلكونه الصاله عشان اعرف انشر بس كده. فقلت بقى ايه، اقوم ابدا اخلص الدنيا، لان خلاص ماما هتقفل مشروعها خلاص الاسبوع الجاي وهتيجي، فلازم البيت يخلص عشان يعني ايه هنبدا نعلق الزينه. فانا عايزه الزينه تتعلق بطريقه حلوه كده يعني، والبيت نضيف ونكون خلصنا خلاص. فانا رغيت معاكم وخلصنا الاوضه وملحقتش حتى اقول لكم اي حاجه. فالاوضه الاوضه اللي انا كنت بعملها ديت بتاعت ماما وبابا. هي الاول كانت بتاعتي قبل الجواز، كانت بتاعتي، فدلوقتي ماما وبابا اللي اخدوها، تمام. وانا اخدت اوضتهم. حلو كده كده تمام، عشان تبقوا ايه معايا على الخط، عشان احنا هنتوه من بعض. فالمهم خلصت الأوضة، والأوضة ديت بيخش لها تراب بطريقة صعبة 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 صعبة، لأن فيها شباكين. ففكرة ان فيها شباكين الأوضة حرفيا أنا كنت بنفض المرتبة بتطلع تراب، أنفض المخدة تطلع تراب. فاضطريت ان انا قعدت فيها 3 ساعات بنفض فيها، ومهما نفض حاسة ان هي لسه فيها تراب. انا قعدت اعطس بطريقة انتوا ما تتخيلوهاش، عندي حساسية ومش قادرة، بس الحمد لله هي خلصت، وده كان احلى احساس ان هي تخلص. ده بقى تاني يوم جبت اللاب وفتحته وجبت حاجة اسمعها عشان تسليني وانا بشتغل. بنسلم في المدينة. هنبدأ من مشهد الهجرة النبوية الكبرى الشريفة لحد مشهد الانتقال إلى الرفيق الأعلى. 10 سنين كلها قصص من نور. هنرجع لورا أكتر من 1447 سنة. هحكي لحضرتك وهتشوف بنفسك وهتسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغار، يوم الهجرة النبوية الشريفة. هتسمعوا عليه الصلاة والسلام هو بيقول لسيدنا أبو بكر 30 ثانية بتوع نورهان الشيخ بجد. انا ما بعرفش اشتغل يا اما بيها يا اما باغاني رمضان في الفترة ديت، احساس تحفة. بصوا ده تاني يوم دخلت التلاجة دي كانت مركونة، لان انا قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان هي يعتبر بايظة ومحتاجة ان هي تروح للتوكيل. فهي كانت مركونة ومحدش بيستخدمها من 2017.
مفيش الا بابا اللي بيستخدمها يحط فيها حاجة اكل الكلام ده، فطبعا بقى ولا بتتمسح ولا بتتنضف ولا اي حاجة. تقريبا انا اللي نظفتها قبل ما اتجوز في يعني اخر 24 سنة 24، فبقالها سنة ونص حرفيا ما اتنضفتش، او عارفين التنظيف بقى اللي هو العادي ده. فهي كمان بايظة ولما جيت اليومين اللي فاتوا دول لقيتها بايظة ومش مسقعة حاجة، ففي حاجات كتير بوظت جواها، فكان الموضوع صعب قوي. اخدت مني حرفيا نص يوم، مسكتها حتة حتة زي ما انتوا شايفين كده، ما سبتهاش الا لما خليتها زي الفل زي الفل. بس كنت عايزه اقول لكم ايه، حكم يعني انتوا شفتوا في اول فيديو بتاع تاني يوم دوت المطبخ وانا بعين المواعين وكده. عايزه اقول لكم ان انا فرشه الدولاب بتاع المطبخ، دولاب المطبخ للاسف بعد ما عملناه ما عجبش ماما، مش ده الستايل اللي هي كانت عايزاه خالص، واتكلف على الفاضي. حرفيا شايفين المطبخ اللي انتوا شايفينه ده تقريبا متكلف 45,000، وهو مش ده اللي هي في دماغها، مش ده اللي هي عايزاه. فكانت مضايقه ولحد دلوقتي هي مش طايقه تخش المطبخ ده. فانا بحاول على قد ما اقدر كده ان انا احاول اظبط لها فيه شويه حاجات على الاقل ان هي تحبه شويه. فانا مسكت جهاز البخار، كان فيه بقى حاجات كتير عايزه تتفك كده بجهاز البخار، ففكتها بيه، وبجد بجد بيريح. يعني انا من غيره النهارده كان زمانتني لحد دلوقتي انا واقفه لسه بغسل في التلاجة بجد. فالمفروض ان احنا لما كنا بنيجي نغسل التلاجة دي كنا بنفكها كلها بالادراج بكل حاجه وندخلها الحمام نغسلها ونطلعها زي الفل، وده اللي ماما كانت بتعمله. ماما عمرها ما سابت التلاجة كده، ولما شافت التلاجة وكلمتها فيديو كول وشافت التلاجة زعلت قوي على تلاجتها، لان ماما بتحب التلاجة دي جدا. هي في تلاجة تانية والتلاجة التانية دي لسه هتيجي، والتلاجة دي هتتركن، اللي انا بنضف فيها دي هتتركن، بس هيتحط فيها حاجات. هي قالت ان هي هتسيب التلاجة دي هتحط فيها البقوليات المكرونات والكلام دوت، والتلاجة التانية اللي عندها هناك في بورسعيد هتجيبها، ودي بقى اللي هنستخدمها نحطها في المطبخ. يعني دي هتتشال وهيتحط مكانها واحدة تانية. فالفني اجا صلح لنا التلاجة وكانت مليانة تلج، بس الحمد لله هي خلصت وانا خلصت معاها. لو لسه مشتركتيش في القناة هستناكي تشتركي واستنى كومنتاتك الحلوة، وعايزاكم تدعولي وتشجعوني. استني ما تطلعيش قبل ما تشتركي في القناة، احنا لازم نكبر مع بعض، بدأنا نكبر الحمد لله.